السلام عليكم. الفيديو ده يا صاحبي فيه معلومة هتنجيك ان شاء الله من شوية مشاكل. لو ربنا ما جعلش الفيديو ده من نصيبك هتعيش بشوية المشاكل دي ومش هتقدر تحلها ابدا في اي حتة، ولا عند ميكانيكي ولا توكيل ولا المصنع نفسه ولا في اي حتة محترم. فانتبه يا صاحبي وما تسيبش دقيقة واحدة من الفيديو ده، وخلينا نبدأ على طول. الحكاية بدأت مع نزول الفرامل الباكن، كان في سنة 2019 نزل الفرامل الباكن بشكله الجديد، والحقيقة هو كان محل اهتمام من ركيبة الموتوسيكلات. كانوا مهتمين قوي بموضوع الفرامل الباكن لأن الحقيقة هو إضافة حلوة وشكله جميل ومدي على برستيج أعلى كده، وتقدر تقول كان طفرة ونقلة نوعية في الموتوسيكلات الصيني حرفيا. انما انت هتفوجئ من وقتها لحد دلوقتي هتلاقي في فئة من الناس بتقولك ما تجيبش فرامل باكن وهات التيل العادي. السؤال هتسألني دلوقتي، عشان بس اختصر عليك، هو الفرامل الباكن الافضل ولا التيل العادي؟ والاجابة على طول يا صاحبي كده وانت مطمن، الباكن احسن بكتير. خد بالك مش بحاجة بسيطة. والسؤال احسن في ايه يعني؟ الفرامل الباكم عنده سرعة استجابة، اللي هو أول ما بتدوس بيتجاوب معاك على طول، بتحس بالفرامل على طول. وخد بالك إن سرعة الاستجابة بتفرق لأن اللحظة بتفرق، خد بالك. دي أول حاجة. تاني حاجة، الفرامل الباكم بتمسك كويس وشديدة عن التيل العادي. أحيانا كتيرة بتكون التيل العادي بتدوس عليها قوي مش جايبة برضه بالقدر المطلوب، ودي بتحصل. إلا إن أنت في نفس الوقت هتلاقي فئة من الناس بتقولك إن التيل العادي أحسن. والسؤال، هل الناس دي عبيطة ومش فاهمة حاجة وأساسا باكم أحسن والناس دي بتهبل وخلاص؟ والإجابة لا يا صاحبي، الناس دي ما بتهبلش وخلاص. الناس دي بتتكلم على معلومات ثابتة وحقيقية، وخد بالك إن وجهة نظرهم تحترم جدا لأنهم بيتكلموا لأسباب مقنعة. إيه هي الأسباب المقنعة؟ بمجرد نزول الفرامل الباكم ظهرت مشكلتين مع الفرامل الباكم. ايه هما؟ او مجرد ما نزل لحد دلوقتي يعني، خد بالك، والمشكلتين موجودين. اه هما مش مع كل الناس، انما في فئة ومش قليلة مع الفرامل الباكم حصل عندها والفرامل خفيفة ومش قوية. مش قوية ازاي يعني؟ بتدوس فرامل قوي والموتوسيكل الفرامل مش ماسكة قوي، يعني اللي هي برضو من الموتوسيكل مش عايز يقف والكاوتش ما بيسحبش على الارض، يعني الفرامل ضعيفة يعني. دي اول فئه. الفئه الثانيه وهي ان الفرامل الباكم قويه وبتمسك كل حاجه، ان هي بتكون محمله على الجنط ومتقله الجنط. خد بالك، تحاول تعمل كل حاجه، تحاول تزيد تشحم البساتم بتاعه الفرامل، تحاول تحل 100 حل كده. بمجرد ما تيجي تشتغل تاني على الفرامل الباكم تلاقي الفرامل الباكم برضو بتدخل. المفروض ان البساتم ترجع عشان الفرده تلف، انما هو بتلاقيه محمل شويه على الاسطوانه والفرده تقيله ومش عايزه تلف. وهنا انت عرفت الاسباب المقنعه اللي الناس دي بتقولك عليها ما تجيبش فرامل باكم. سببين مقنعين جدا: ضعف الفرامل من ناحيه، من ناحيه تانيه فرامل قويه انما هي محمله على الاسطوانه. طب والسؤال دلوقتي بقى، هناخد بكلام الناس دي ومش هنجيب الفرامل الباكن ونجيب العاده بسبب الاسباب المقنعه دي، ولا هنجيب الباكن برضو؟ والاجابه هتجيب الباكن برضو يا صاحبي. وخد بالك ان مع الفيديو ده ان شاء الله مشاكل الفرامل الباكن هتصبح جزء من الماضي، وهتخوض بعد سماعك الفيديو ده بالكامل باذن الله افضل تجربه مع فرامل باكن في الموتوسيكل. وحرفيا هتستغرب بعد كده لما تلاقي ناس بتقول لك ان الفرامل العاده افضل. قصه باختصار ان انت هتعالج المشكلتين دول وبمنتهى السهوله. هي مش حاجه انت هتعملها، هي معلومه بس تعرفها كده وانتهت الازمه. خد بالك يا صاحبي ان سبب ان الفرامل مش قويه الناس بترجعها، معظم الناس بترجع السبب ان الفرامل اللي عايزه تاخد هواء. يا صاحبي ما تقعدش كل شويه تاخد في هوا الفرامل طالما انت واخد هوا مره. وخد بالك الفرامل الباكن، بس احب اصدمك كده اقول لك ما بتاخدش هوا اصلا. ما بتاخدش هوا ليه يا عم؟ في حاجه اسمها اخدان هوا يا صاحبي. ايوه في حاجه فعليا اسمها اخدان هوا، وهي بيتاخد لها هوا، انما مش عمال على بطال. اكاد اجزم تقريبا كده ممكن في حياتك كلها ما تاخدش هوا غير الفرامل الباكن مره واحده، والهوا مش هيدخل له تاني اساسا. خد بالك يعني. فما تعملش اخدان الهوا دي شغلانتك عشان ما تروحش تحل في المكان الغلط، لان انت لما تحل في المكان الغلط مشكله مش هتحل، وهتفضل بقى تقول ما انا خدت هوا. الو ايوه عندي مشكله، ايه هي؟ الفرامل الباكن خدت هواها. يا عم ما تجيش ناحيه الهوا تاني بس بعد اذنك، وسيبك من قصه اخدان الهوا دي. خفية الفرامل يا محترم، والفرامل ما بتمسكش كويس طالما انت واخد هواء قبل كده اساسا. فخد بالك بتبقى بسبب تيل الفرامل. ماله تيل الفرامل؟ ما بيمسكش كويس في الاسطوانة.
فمهما تضغط على الفرامل، مهما تعمل، هي خفيفة وبتيجي في الأوقات في الزنقة بقى في حالة الطوارئ هوب بتكبس فرامل ما بتمسكش كويس. وخد بالك إن ده موضوع خطير. خد بالك ان في تيال فرامل في السوق يا محترم بمجرد ما تشتغل شوية بتلاقيها نعمت واتصنفرت بالشكل ده، وده ما تمسكش كويس ابدا يا صاحبي. لو لقيت الفرامل عندك مش قوية شيل التيل وارميه على طول في اقرب ترعة، والموضوع مرعب، ما تتساهلش وما تمشيش كده. خد بالك واعرف النوع اللي عمل معاك كده وما تجيبوش ابدا. وخد بالك ان في انواع كتيرة في السوق كده. خد بالك ان انت في ساعات هتجيب غيره وهتلاقي برضو الفرامل خفيفة. ثق تماما ان هي برضو تيل الفرامل، اوعى تعتقد انها حاجة تانية. برضو التيل يا صاحبي، واعرف الانواع الكويسة، وما تروحش ترمي نوع وتروح تجيب واحد جديد نفس النوع برضو. لا، هقول لك دلوقتي في الانواع بس اصبر معايا. وانت كده حليت الخفايه. تعالى بقى على المشكله التانيه، وهي الفرامل بتمسك كويس جدا زي الحديد حرفيا، اللي هي تدوس عليها بتشم الدوسه بس بتمسك كويس قوي. انما لما تيجي انت ما تدوس فرامل تلاقي الجنط محمل، ودي مصيبه سوداء لا تقل عن اختها اللي لسه معديه دلوقتي. ما ينفعش يا حضرات الجنط يكون تقيل ابدا وانت عايش حياتك عادي، لازم الجنط يكون خفيف زي الريشه يا صاحبي. وخد بالك ان معظم حالات تقل الجنط نسبة عالية جدا منها بسبب تيل الفرامل. عارفك دلوقتي هتقول لي يا عم مش تيل الفرامل، والله انا غيرته وبرضه هي محملة برضه زي ما هي يا صاحبي. والله تيل الفرامل، وهقول لك دلوقتي الحكاية وليه انت غيرت دلوقتي وبرضه المشكلة زي ما هي. والإجابة، وانتبه للصدمة اللي جاية دي يا عزيزي، للأسف يؤسفني إن أنا أقول لك إن معظم أنواع تيال الفرامل اللي في السوق لا تصلح للعمل. بدون مبالغة، لا المستورد ولا التاجر عارفين حاجة في تيال الفرامل، هم بيجيبوا تيل فرامل وخلاص. امسك تيال الفرامل اللي في السوق كده وجربها واحد ورا واحد يا صاحبي، صدقني هتلاقي كل الانواع المتداوله في السوق عند التجار تيال فرامل ما ينفعش تركب اصلا. خد بالك ان المستوردين والتجار عندهم حاجه واحده بس، طالما تيل الفرامل بيركب فهو ده 10/10، استورد وصدره للناس. يا حضرات قصه مش كده خالص. وعشان كده يا صاحبي هختصر لك الحفله دي كده وهقول لك المفيد في كلمتين. لم أتوصل حتى الوقت الحالي إن في نوع تيل فرامل ينفع يركب في السوق غير نوعين اتنين، واحد أفضل من واحد. إنما المشكلة إن أفضل حاجة مش موجود حاليا، وهو الجالاكسي. جالاكسي هو التيل الفرامل الوحيد اللي بيديك حاجتين: اولا لما بتدوس فرامل بيمسك كويس قوي، ثانيا لما ما بتدوس فرامل مش محمل على الاسطوانه هو رابطها كده كده بطبيعه الحال، انما مش محمل ومش متقل الجنط، الاحتكاك بتاعه عادي، الاسطوانه بتعدي منه كانه مش لطتها. ودي موضوع بيرجع لخامه التيل، في خامة لط تتقل وخامة لط وكأنها مش لطة. تقدر تقول كده وانت مرتاح بعد الجالاكسي مش هتلاقي تيل فرامل في السوق الا ما هتلاقي في مشكلة من الاتنين دول: يا الفرامل خفيفة ودي النسبة الأقل، انما الأغلبية في تيال الفرامل اللي في السوق هتلاقيها بتمسك كويس بس محملة والجنط تقيل معاك. انا كنت عملت فيديو قبل كده وقلت لك ان في نوع حلو اسمه الجندي، انما الحقيقه برضه هيخش مع اخواته، لان الجندي الحقيقه اشتغل شويه كويس في الاول، انما بعد كده برضه زيه زي اخواته اللي هم مين يعني، كل الانواع اللي في السوق لا استثني احد باستثناء النوعين دول الجالاكسي. ونصيبته ان هو مش موجود، مفيش اتيال فرامل في السوق جالاكسي دلوقتي، بقى لهم فتره على كده. كنت عملت لك فيديو عن تيل فرامل جالاكسي، هسيبه لك في اول كومنت او ازرق عندك في الرقم اللي فوق، شوف يا محترم. انما مش موجود دلوقتي، وعشان كده لازم تبحث عن بديل مناسب او مساوي لنفس الاداء. يا حضرات انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا في مره كلمت وانا ببحث عن الجالاكسي مش موجود يعني، فكلمت تاجر: يا سيدي الفاضل عندك تيل فرامل جالاكسي؟ قال لي ايوه موجود. ايوه انا عندي معلومه انه مش موجود، فقال لي ايوه موجود. قلت له خد بالك وانتبه، انا بسال عن
جالاكسي بالاسم. قال لي قال لي ايه ده جالاكسي بالاسم؟ لا مش موجود يا عم. طب ما هو انا لسه سألك دلوقتي قلت لي موجود، لما انا ضربت لك على الاسم قوي رجعت قلت مش موجود ليه؟ قال لي اصل هتفرق في ايه يعني، هو الاسم يفرق في حاجة؟ ودي المصيبة بقى، طالما الحاجة تركب عندهم فخلاص كله زي بعضه. يا حضرات انتبهوا، ان ما عرفتش المعلومة هنا مش هتعرفها في اي حتة. طب عرفنا الجالاكسي ومش موجود، هنتصرف ازاي؟ خد بالك ان الخيارات محدودة جدا. ان النوع التاني اللي انت هتجيبه وانت مرتاح ونوع مش معروف وتقريبا ما حدش بيجيبه وهو حوض الاصلي. خد بالك النوع ده ادى كالجالاكسي، هو اقل منه الهوا، انما الحقيقه لا تقل الجنط ولا هو خفيف. جالاكسي اي 1. انما انت بما انه مش موجود هات حوض الاصلي، واتحداك دلوقتي لو لقيت فراملك ما بتمسكش كويس او لقيت الجنط عندك محمل بعد تركيب حودة الاصلي او الجالاكسي، مع احترامنا لكل الناس يا دي الحقيقه. ما هو انا عشان انت ما تزعلش كتاجر او مورد او مستورد او كده فاقوم اجيب تيل فرامل يفضل الجنط تقيل معايا طول ما انا ماشي وحرق بنزين وتقصير في عمر الموتوسيكل، ده تمن فادح هنا يا صاحبي. لا، شوف تيال الفرامل الكويسه وهات من نفس المكان، والله الاسم على راسنا من فوق. احنا اصلا لما انت ما بتجيبش حاجه كويسه احنا في ورطه، يعني احنا نفسنا ان انت تجيب حاجه تشتغل كويس. انا في ورطه دلوقتي اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي جالاكسي مش موجود. طب حوض الاصلي موجود دلوقتي، لنفترض انه ما بقاش موجود، هنروح هنمشي على الاتيال دي اللي هي ما بتمسكش كويس او اللي هو ماشي جنط محمل؟ مش هتنفع، لا دي هتنفع ولا دي هتنفع. فانا في ورطه. فانا دلوقتي بقى سيدي ما تزعلش مني، حقك على راسي، انما هات التيل المظبوط ان احنا محتاجينه. تمام. طب ما هو التيل بتاعنا مش 10 على 10، هاته كده ركبه في موتوسيكل يوم والتاني ولفه في جنطك. شوفوا معظم الانواع اللي في السوق متقله الجنط، خد بالك يعني. ولذلك بقى انت كراكب ايه اللي انت بتستنتجه لما تجيب تيل تركبه وبعدين تيجي ومتقل الجنط، قوم تيجي تحله وتجيب غيره نوع تاني وتركبه وتلاقي الجنط تقيل برضه؟ انت بتفهم ايه بقى؟ انت هتقول النوعين وحشين اللي في السوق معظمه وحش؟ لا، انت بتقول ان المشكله مش في التيل بقى وانت غيرته، ودي تقع انت هنا في الخطأ. بس انا قلت لك المعلومه اهو، كل الانواع اللي في السوق ما ينفعش تركب اصلا باستثناء النوعين دول، حوض الاصلي والجالاكسي. الجندي اشتغل شويه في الاول، انما في النص الثاني من عمره جاب ورا برده مع اخواته وتقل الجنط برده، بيمسكوا كويس قوي. الانواع اللي انت بتدوس عليها ما بتمسكش كويس دي قليله قوي، يعني ممكن تلاقي نوعين في السوق ولا حاجه بالكتير، انما الاغلبيه بيتقل يا محترم. وانتبه للقصه دي. الخلاصه، فراملك خفيفه ما بتمسكش كويس، فالجنط عندك محمل ومغير تيال، هات نوع من دول وادعي لي.